من اهم الوصفات اللي بنحتاجها في فترة المدارس اللانشون. هنعمل النهاردة لانشون فراخ بالزيتون، لانشون بيتي. هتقدمي لولادك حاجة مفيدة وصحية ومضمونة ونظيفة وانتي عاملاها في البيت. اكتر الساندوتشات اللي بيحبها الولاد في معاهم في المدرسة. ميزة الوصفة دي انها بدون بيض ولا جبنة ولا حتى دقيق، وبتطلع نتيجة حلوة جدا، طعم وريحة تحفة. بس قبل ما ابدا، انا اسمي ايمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشيروا لايك لو الوصفه عجبتكم. هنستخدم كميه صغيره وتقدروا تضاعفوا الكميه لو حابين. معايا 250 جرام من صدور الفراخ، يعني انا جبت صدر على بعضه كده طلع ربع كيلو. غسلته كويس ونضفته وشلت منه الزوايد، وعلشان يتقطع معاكم بسهوله ويدينا نتيجه افضل في التقطيع وكمان في الفرن، حطيته في الفريزر لمدة نص ساعة قبل ما اقطعه. وبعدين قطعته مكعبات صغيرة علشان يسهل علينا الفرن، وهحطه في الكبة بدون اي بهارات ولا اي اضافات. هحطه بس الاول لوحده. مهم جدا انه يتفرم ناعم وما يكونش فيه اي تكتلات، وانزل الجناب كده وارجع افرمه تاني لحد ما هتلاقوه ابتدى يلف كده ما يكور مع نفسه كده وبقى ناعم جدا. هضيف عليه بقى الاضافات بتاعتي. اول حاجة معايا ربع كوباية نشا، ومعلقة صغيرة من الملح والثوم البودرة والبابريكا، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر بتعمل مفعول حلو جدا، ونص مكعب مرق الدجاج وده اختياري، ومعلقة كبيرة من الزيت النباتي، واخر حاجة نص كوباية مية متلجة. هضرب بقى ده كله مع بعضه كويس جدا. اتأكدوا ان البهارات اختلطت مع الفراخ وما بقاش فيها اي تكتلات ولا اي حاجة. وننزل برضو الجناب ونرجع نضربها تاني لحد ما يديني القوام الناعم الكريمي ده. هي دي كل الاضافات، وانا برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف. بصوا بقى ده القوام المظبوط واللون كمان. هفرد طبقة من الاسترتش كبيرة شوية، هحط على اولها كده الفراخ، وهضيف عليها كمان شوية زيتون. ممكن تضيفوا شوية فلفل اسمر لو حابين. وهبدأ ارولها. هحاول بقى وانا بلفها كده اضغط عليها كويس جدا علشان نطلع منها الهواء. بصوا فراغات الهواء دي لازم نطلعها علشان يكون متماسك. وابدأ وانا بلف بضغط كويس جدا من الجناب علشان يديني الشكل المظبوط بتاع كوز اللانشون. والف كويس قوي كده، وكل ما بنضغط كل ما بيدينا شكل احلى وبتبقى متماسك اكتر. وهاجي بقى على اول طرف كده واربطه. دي احسن بقى وسيلة ان احنا نضغط عليها كويس جدا ونطلع الهواء ويبقى محكم معانا. وربطته كمان من الناحية التانية، ولو في فراغات هواء مش عايزة تطلع ممكن بالخلة نخرمها بس علشان نتأكد انه مش هيدخل له مية. فردت بقى ورق فويل وابتديت الفها عليه، وانا بلف برضو بحكمها كويس وبضغط، وبلفها برضو من الجناب كده على شكل بونبونيه علشان المية ما تدخلش فيها وتبقى محكمة. علشان نسويها بقى هنسويها بالبخار. جبت حلة كبيرة وحطيت فيها حاجة كده ارفع عليها بس اللانشون بعيد عن المية. ممكن شبكة او حتى حلة المكرونة او زي ما انا عملت كده. وهحط تلت الحلة مية مغلية. انا بس مرضتش احطها مغلية قدام الكاميرا علشان البخار بيطلع عليها. وبعدين هحط بقى فوق مصفى او انا عندي قالب كده فايل خرمته بالشوكة وحطيت فيه اللانشون عشان اطمن بس انه ما يوصلش ليه اي ميه. انا عايزه اسويه بالبخار بس ما يوصلوش ميه. وغطيت الحله ولمده ساعه على النار. من بعد ما الميه تبدا تغلي هسويها والحله تكون محكمه. لو الميه قلت ممكن نزودها تاني. وبعد الساعه هطلعه في المطبخ من غير ما افتحه. هسيبه لمده ساعتين لحد ما يبرد. ويفضل بقى ان احنا ندخله التلاجة ونبدا نقطعه تاني يوم، بيبقى نتيجته افضل بكتير. يفضل بقى نقطعه شرايح رفيعة ونعمل بيه احلى سندوتشات. لو الوصفة عجبتكم جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا.